هو ليه الناس مش قادرة تفهم إن مفيش عربية أوتوماتيك ب100,000 وب120,000 وب130,000 ولحد مثلا 200,000 جنيه؟ يعني أنت ما بتعرفش تسوق أو أنت ما بتعرفيش تسوقي، فعارفة إن المانوال هيبقى صعب عليكي، فعايزة تجيبي عربية أوتوماتيك وفي نفس الوقت المبلغ اللي معاكي قليل، فهتروحي تجيبي عربية ب 120 130 140. ده الرقم ده ما بيجيبش عربيات مانوال كويسة. هيجيب عربية أوتوماتيك اللي هي المفروض تبقى غالية، والأوتوماتيك أغلى من المانوال، هيجيب عربية كويسة بالثمن ده؟ مستحيل، استحالة. هتلاقي بقى حد بيرشح لك عربيه، او بيرشح لك عربيه ب 120 او ب 130 الف اوتوماتيك، هتلاقيه بقى جايب لك عربيه ايه؟ فولفو موديل 33 اللي هي قبل الثوره بتاعت 52 كده، ومن زمن من قبل الملك فاروق كده. طبعا دي عربيه ما تركبش، يعني عربيه انقرضت. فتيسها اوتوماتيك، هو عشان فتيسها اوتوماتيك هي اصلا كل حاجه فيها مش نافعه، ما فيهاش غير الفتيس. انت هتشتري الفتيس ب 120,000 جنيه، ولا انت بتشتري عربيه كامله متكامله بفتيس اوتوماتيك؟ فما تسمع يعني، ما تمشيش ورا الكلام ده. ولا حد يقول لك هوندا 82 مش عارف لانسر عيون صفيه اللي هي موديل 88 مش عارف ايه موديل 76. كل الحاجات دي ما تنفعش نهائي 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 نهائي. الاوتوماتيك لازم العربيه تبقى متحافظ عليها، تكون حديثه، عشان الفتيس الاوتوماتيك يريحك. ما ينفعش تركب عربيه قديمه لغرض ان هي الفتيس بتاعها اوتوماتيك فقط، ما ينفعش. ده في عربيات حديثه يعني زي البي واي دي كده، تبقى موديل السنه وبتجيب فتيس اوتوماتيك. تخيل انت بقى عربيه بقى لها 50 سنه ماشيه بالفتيس الاوتوماتيك ده، وباص 50 مره، وهي اصلا في الاساس ممكن تكون ما كانتش اوتوماتيك. هي العربيه ممكن تكون كانت مانوال، وصاحبها قرف منها فراح مغير الموتور بالفتيس مش عارف ايه، وفق بقى جاب موتور وفتيس بتوع اوبل حطهم على عربيه هوندا ولا عربيه مازدا ولا مش عارف ايه. تشتريش الكلام ده خالص. تحت ال 200,000 جنيه اي عربيه اوتوماتيك هتجيبها تقرفك وتتعبك. ده تحت ال 200,000 جنيه اي عربيه مانوال ممكن تتعبك، تخيل انت لما تجيبها بقى اوتوماتيك. فانت يعني عشان تشتري فتيس او تشتري عربيه اوتوماتيك تريحك في السواقه، عشان انت مستسهل الاوتوماتيك ومش عايز تتعلم مانوال، او تدوس على نفسك شويه وتتعلم مانوال، تروح تركب عربيه تطلع عينك، وكل يوم عطلانه كل يوم عطلانه، وتقف بيك على الطريق، وتقف بيك على الكوبري، وتقف بيك في المطلع، وكل شويه عند الميكانيكي. طب ليه؟ هو المبلغ اللي معاك قليل وانت محكوم بيه، بس مش لدرجه ان انت تعمل كده. يا اما تجيب عربيه مانوال ماسكه نفسها كويسه، يا اما تصبر وتزود عليهم وتجيب عربيه اوتوماتيك كويسه تكون مضمونه. تكون مثلا فيرنا اوتوماتيك، تكون اكسنت اوتوماتيك، تكون اوبل فيكترا موديلات اللي هي ال 2003 2002، يعني ما فيها رينو. لا، المهم تكون حديثه، المهم تكون انت لسه انت اللي هتاخد خيرها، او في نفس الوقت ما تكونش العربيه متهانه. لكن تروح تقول لي هجيب عربيه موديل الستينات والخمسينات والثمانينات عشان فتيسها اوتوماتيك، ده مش عقل تماما. فانت لو معاك 120 130 140 لحد ما توصل 180 190 الف جنيه وعايز تجيب بيهم عربيه كويسه، دور على نوبيرا 1، دور على لانوس 1 او 2، دور على هونداي اكسنت الشكل القديم اللي هو لحد يعني من 98 لحد 2005 2006. يعني في عربيات كتير. دور على دايو جولييت، دور على رينو كيليو 2002 2003 اللي هي الهاتشباك دي، وفي منها برضو سيدان. في عربيات كتير قوي مانوال بالسعر ده هتبقى كويسه وهتريحك، وقطع غيارها موجوده ورخيصه وسهله ومكيفه وكل اللي انت بتحلم بيه. لكن عشان تجيبها في تسعة اوتوماتيك يبقى ما تجيبش اصلا. عايز تجيب عربيه اوتوماتيك تبقى ماسكه نفسها من 250 وانت طالع، وهتكون ايه اولهم الفيرنا. وانت طالع بقى تجيب بقى فيرنا، تجيب بعد كده تطلع توصل للافيو، توصل للرينو لوجان، تجيب صاني الشكل القديم، صاني الشكل الجديد، سيراتو، الانترا، تويوتا كرولا، الكلام ده. لكن تقول لي عربيه موديلات خمسينات ستينات سبعينات تمانينات، مفيش الكلام ده. ما تجيبش عربيه اوتوماتيك تحت موديل 2000، هتبهدلك وتبيعك هدومك. اوعى تجيب عربيه اوتوماتيك بالسعر ده، اوعى تجيب عربيه اوتوماتيك بالسعر ده.